حد فيكم يسمع عن مسلسل اسمه النديم؟ ده يا سيدي مسلسل من إنتاج سنة 82 من بطولة عزت العلايلي وعفاف شعيب. بيحكي عن السيرة الذاتية لشخص اسمه عبد الله النديم، وهو مكون من 14 حلقة. بصراحة المسلسل قديم شويتين وصعب إنك تصادفه في التلفزيون اليومين دول، لكنه بيتناول قصة تستحق فعلا إننا نحكيها، قصة خطيب الثورة العربية أو الأدباتي، واللي كان ليه دور عظيم في تاريخ مصر الحديث. تعال احكي لك حكايته في حلقتنا النهارده عن عبد الله النديم. اهلا بيكم في حكايه اصلي. حكايه اصلي، الحكايه من اولها. حكايتنا بتبدا سنه 1843 في منطقه الجمرك في اسكندريه، مع ولاده عبد الله النديم ابن الراجل البسيط اللي اسمه مصباح إبراهيم النديم، اللي هو من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. مصباح النديم كان شغال نجار في صناعة السفن من أيام محمد علي، وكان سنة 1840 حصلت حاجة اسمها معاهدة لندن، اللي كانت بين الدولة العثمانية وأربع دول أوروبية، والغرض منها كان الحد من توسع محمد علي باشا. وكان واحد من القرارات اللي تم الاتفاق عليها من المعاهدة دي هي الحد من الإنتاج للأسطول المصري، وبالتالي تم إغلاق أغلب المصانع المتخصصة في صناعة السفن وتسريح العاملين فيها، وكان منهم مصنع مصباح النديم. وخد بالك إنه ما يقدرش يشتغل في حتة تانية حاليا، لأن مفيش حتة تانية يشتغل فيها أساسا، فعشان كده قرر إنه يبدأ شغل جديد بعيد عن النجارة تماما، ففتح فرن عيش بلدي في منطقة الجمرك في اسكندرية. طيب خلينا نسيب مصباح النديم ونركز مع ابنه شوية. عبد الله درس العلوم الدينية، لكنه بعد كده مال لتعلم الشعر والأدب، وكان بيحب جلسات القهاوي اللي بيتم فيها الغناء بالأشعار والمواويل، ده غير شعر العامية اللي كان بيحبه جدا. ده كمان كان بيحب يروح المولد علشان يسمع الشعر بتاعهم. من هنا أطلقوا عليه اسم الأدباتي. سنة 1881 عبد الله النديم قدر يشتغل في الصحافة، وبقى واحد من أشهر الصحفيين كمان، وكان ليه علاقات مع شعراء وأدباء وسياسيين كتير. ووقتها كانت الحركة السياسية في مصر بتتمثل في ظلم الخديوي توفيق للمصريين وتفضيله للشركسة والأتراك، في حين إن عرابي كان عامل حركة معارضة قوية جدا في الجيش المصري. قرر ساعتها عبد الله النديم إنه يروح لرئيس الوزراء مصطفى رياض باشا، وحاول يقنعه إنه يعمل مجلة جديدة اسمها التنكيت والتبكيت، وإنها هتبقى مجلة ساخرة غرضها الهزار والفرفشة وخلاص. طبعا دي كانت حيلة من النديم، علشان المجلة دي كان هدفها هو السخرية من الحكم ورجال الخديوي، وتوعية الشعب بأهمية الثورة في إطار من الكوميديا السوداء. وفعلا وافق رئيس الوزراء، وما كانش يعرف إن بموافقته على المجلة دي إنه كده بيشعل فتيل الثورة العربية. النديم كان صديق شخصي لمحمود سامي البارودي، اللي كان شاعر وكاتب هو كمان، وكمان واحد من قادة الثورة العربية، وكانوا دايما بيقعدوا سوا على قهوة في العتبة. عرف النديم من محمود سامي البارودي الحركات الفعلية للثورة العربية، هو كان يسمع عنها بس، لكنه بدأ يعرف أخيرا حاجات كتير عنها، زي تحركاتهم اللي في الظل والعمليات السرية وما إلى ذلك. فقرر النديم إنه يستغل المجلة بتاعته في الترويج والدعاية للثورة العربية، وتحولت المجلة لمنشورات ضد النظام الخديوي، في حين إن اللي وافق على المجلة دي هو واحد من رجالة الخديوي نفسه. وقبل الثورة بأيام النديم كان بيقود مظاهرة بيقول فيها: يا توفيق يا بوز النملة، مين قالك تعمل دي العملة؟ طبعا الكلام مش جاد، مش زي الهتافات اللي احنا عارفينها في المظاهرات، وده بينعكس على طبيعة النديم الساخرة المرحة اللي ما بيعرفش يتكلم جد من غير ما يقول نكتة أو بيتين شعر في النص. طيب إيه هي العملة اللي بيتكلم عنها؟ هي المراقبة الثنائية على مصر، واللي كانت بتتضمن إنجلترا وفرنسا، اللي كانوا بيزيدوا تدخلهم في الشؤون المصرية، زي بيع حصة مصر من أرباح قناة السويس، وزيادة الضرائب على المحاصيل الزراعية، وزيادة الديون بشكل عام على مصر. كان النديم بيقول بنود اللائحة اللي نتجت عن المراقبة الثنائية، والشعب يردد وراه: مرفوضة مرفوضة. النديم هنا تحول لزعيم شعبي، في حين إن عرابي زعيم عسكري والبارودي زعيم سياسي. وبكده نقدر نقوم الثورة العربية. النديم ما كانش بيعدي يوم من غير ما يخطب 3 أو 4 مرات على الأقل، سواء في المساجد أو في المظاهرات بتاعته، بيوعظ المصريين بخطورة المراقبة الثنائية
والتنازلات الكتير اللي بيقدمها الخديوي للأجانب من أجل مصالحه الشخصية. وكان بيستغل مواهبه في الهزار والتمثيل والإلقاء من أجل التأثير في الناس، خاصة إنه كان متواضع جدا وخدوم جدا لكل العمال والفلاحين البسطاء. وعلى فكرة هو ما كانش بيعمل كده لوحده، ده كان ليه تلاميذه كمان بيعملوا زيه في كل مكان. الموضوع بقى عامل زي حملة دعاية ممنهجة للثورة وأفكارها، وكانت تقريبا أول حملة دعائية في تاريخ مصر الحديث، علشان كده بقى اسمه خطيب الثورة العربية. أما المراقبة الثنائية فأرسلوا إنذار بيطلبوا فيها من الخديوي بنفي أحمد عرابي وإقالة حكومة البارودي بالكامل من منصبها. ده طبعا بعد ما حسوا بخطورة الحركة العربية. الخديوي وافق على الكلام ده من غير أي اعتراض، زي ما يكون مصدق. لكن عبد الله النديم خرج ساعتها في مظاهرات شعبية أعلنت اعتراضها ورفضها للإنذار ده، لحد ما حصلت الحادثة اللي كلنا عارفينها في التل الكبير، وسقوط جيش عرابي بسبب الخيانة. لما الجنود كانوا بيصحوا عرابي من عز النوم في المعسكر بتاعه ويقولوا له الحق الإنجليز بيهجموا علينا، وده طبعا بسبب رفض الحكومة لإنذار المراقبة. كان عبد الله النديم واحد من اللي شاركوا في معركة التل الكبير. كان عند النديم خطة دفاع عن القاهرة في منطقة العباسية، لكن جيش عرابي انهار بالكامل وتفكك، واستسلمت القاهرة للإنجليز، وتم القبض على 30,000 جندي من جيش عرابي. وكانت مصائرهم متنوعة بين النفي والسجن والإعدام والتعذيب. الغريب بقى إن النديم ما كانش منهم. عبد الله النديم قدر يهرب لوالده في الإسكندرية، وهناك عبد الله كان متنكر، كان مركب دقن طويلة واصلة لحد صدره، ومغطي وجهه بالكامل بعمامة وشاح، وجسده متغطي كمان بملابس غريبة شبه ملابس المجاذيب. مصباح النديم قدر يوفر لابنه فلوكة علشان يهرب بيها من مصر. قبل ما الإنجليز يقبضوا عليه ركب عبد الله النديم الفلوكة بعد ما زود نفسه بالأكل والشرب، وانطلق في رحلة الهروب. الحكومة أصدرت مكافأة قيمتها 1000 جنيه لأي شخص يقدر بأي وسيلة إنه يدلهم على مكان النديم. طبعا مبلغ ضخم ساعتها، ويقدر يحل مشاكل ناس كتير، بل ممكن يغير حياتهم بالكامل. لكن حب الناس لعبد الله النديم كان أقوى من أي إغراء مالي. النديم كان ليه شعبية قوية جدا بين الناس، وبالفعل أخفوه في بيوتهم من غير ما حد يتجرأ إنه يفتن على مكانه أو يبلغ عنه. في البداية هرب النديم لقرية اسمها ميت الغرقة في محافظة الدقهلية. عاش هناك بهوية مزيفة لمدة سنة كاملة، ولكن لما شعر بالخطر بإن حد اتعرف على هويته الحقيقية فهرب منها لقرية اسمها العنوة في محافظة الغربية، واللي كان عمدتها اسمه محمد الهمشري. العمدة كان واحد من المؤيدين للثورة ومعجب بخطابات النديم الملهمة، عشان كده استقبله في الدوار بتاعه وخباه في بدروم الدوار تحت حمايته الشخصية بصدر رحب، من غير ما يقول لحد خالص عن وجود النديم في البدروم، سواء عياله أو الغفراء أو أهل القرية. الوحيدة اللي كانت عندها معلومة بوجود النديم في الدوار هي زوجة العمدة. بعد فترة قضاها في بدروم العمدة، النديم حن للكتابة والتأليف تاني، فقرر إنه يكتب عن التاريخ اللي هو عصره بنفسه، وهو تاريخ الثورة العربية. النديم كان يعرف مؤرخ فرنسي عايش في القاهرة، وهو صديق شخصي ليه، علشان كده نديم طلب من العمدة إنه يروح للمؤرخ الفرنسي ده في القاهرة ويطلب منه شوية مراجع تاريخ تساعد النديم في الكتابة. وفعلا سافر العمدة للقاهرة، وهناك المؤرخ استقبله بطريقة عجيبة جدا. المؤرخ كان بيزوره في نفس الوقت مجموعة من أصدقائه، فقال بعلو صوته: خلي صاحبك ما يتعاملش في الأمور المالية دي إلا معايا أنا، وإلا هقطع علاقتي بيه. طبعا العمدة ما فهمش ولا كلمة من اللي قالها المؤرخ، فرجع تاني للقرية وحكى للنديم على اللي قاله بالنص. وهنا النديم شرح للعمدة إن دي كانت رسالة مشفرة، معناها إنه بينصحني ما تواصلش معاه الفترة دي أو مع أي حد خالص، لأن الدنيا لسه مقلوبة عليا وكل أصدقائي متراقبين حاليا. بعد كام يوم تمكن المؤرخ الفرنسي إنه يهرب من المراقبة عليه، وقرر إنه يروح يقابل النديم ويطمن عليه، فتخفف لبس واحد صعيدي ولبس جلابية وعمة وراح للعنوان اللي سابهوله العمدة. وسبحان الله، مأمور مركز القرية بنفسه كان بيمر بشكل روتيني قدام دوار العمدة، فقال يعدي على العمدة عشان يسلم عليه. وهم قاعدين قدام الدوار لمح العمدة المؤرخ وهو جاي ناحية الدوار بالتنكر السخيف بتاعه. طبعا لما المأمور شاف الخواجة الفرنسي ده هيشك في العمدة، ايه علاقة العمدة بالخواجات؟ ولو شافه وهو متنكر كده هيشك اكتر.
ليه خواجة يتنكر وهو رايح يزور العمدة؟ لكن العمدة كان سريع البديهة فعلا، وقدر إنه يصنع حجة علشان يدعو فيها المأمور إنه يخش للدوار ويشاور للخواجة على باب البدروم اللي فيه النديم في نفس الوقت. العمدة كان متوتر أثناء تواجد المأمور معاه، كان خايف أحسن لا يكون لاحظ حاجة غريبة، لكن المأمور خد الواجب بتاعه ومشي وعدى الموقف بسلام. بعد كده بدأ النديم في تأليف كتاب عن التاريخ بمساعدة صديقه المؤرخ الفرنسي، وضم بعض الآراء في مختلف القضايا سواء الدينية أو السياحية، حاجة زي المناظرة كده. أحيانا المؤرخ الفرنسي كان بيجيب مراته في المناظرة، وأحيانا كان النديم بيستعين بالعمدة في المناظرة، والمناظرات دي تم نشرها باسم كان ويكون. طلب النديم من المؤرخ الفرنسي نشر إشاعة بتقول إن النديم هرب لمدينة إيطالية وإنه حاليا بره مصر، وفعلا المؤرخ الفرنسي عمل كده، وتم نشر الخبر ده في جريدة الأهرام سنة 83. الحكومة صدقت الخبر ده ولاموا أجهزة الداخلية على تقصيرها وسمحهم بهروب شخص مهم زي ده حتى الخديوي توفيق أرسل رجال لإيطاليا للقبض على النديم أو اغتياله لو لزم الأمر. الكل عارف مدى خطورة هروب أحد أنصار عرابي المهمين، وفعلا بسبب الخبر ده كل المراقبة اللي كانت على أصدقاء النديم خفت جدا لدرجة إنها اختفت، والصديق الفرنسي ما بقاش مضطر يجي القرية متنكر زي كل مرة. فضل النديم مستخبي عند العمدة لحد ما توفى. النديم ساعتها خاف على نفسه إنه يتم طرده من الدوار بعد ما استقر فيه، وإنه هيرجع تاني لحياة الهروب والفر والكر، لكن زوجة العمدة اللي كانت تعرف سره فضلت محافظة على السر ده وما سربتهوش أبدا، وفضلت مستقبلة النديم في البدروم زي ما كانت بتعمل أيام زواجها عادي. والسر عرفه ابن العمدة اللي صانه هو كمان، وفضل محافظ على وعد والده بحماية النديم. ولكن مع الأسف السر تم تسريبه لواحد من عائلة الهمشري اللي كان طمعان في العمودية مكان العمدة السابق، وشاف إنها وسيلة ممتازة علشان يسيطر بيها على كرسي العمودية ويطرد عائلة محمد الهمشري من الدوار. أول ما النديم عرف إنه هيتسبب في مشاكل لعائلة العمدة قرر يهرب، بعد ما قضى أجمل 4 سنين في حياته في دوار العمدة الهمشري. واستمرت مغامرات النديم في الهروب اللي طالت ل10 سنين تقريبا، حكينا منهم 5 بالفعل. يقال إنه في أحد المرات وقع في كمين كان عامله مأمور قسم شركسي وتعرف على النديم، لكنه قرر يسيبه لأن المأمور ده عاش كتير في مصر ونسي أصله التركي وحب أصله العربي المصري، وكان شايف إن النديم بطل. هو طبعا مش في إيده حاجة غير الهروب حاليا، وإنه توقف من زمان عن الخطابة والصحافة المعارضة للخديوي، لكنه كان بطل شعبي عظيم. وقرر كمان المأمور إنه يديله 3 جنيه علشان يساعده في الهروب. وعلى فكرة ما كانش هو الوحيد اللي عمل حركة كلها جدعنة زي دي. تخيل إن وسط كل محاولات الهروب دي قدر النديم إنه يتجوز. يقال إن مراته كانت من أهل بيت العمدة اللي قضى 4 سنين كاملة. هي اتجوزت النديم وهي عارفة كل ظروفه وصعوبات حياته المكونة من كر وفر، ووعدته إنها تقدر تستحمل الحياة دي، لكن اتضح إنها ما تقدرش. ما كانتش مستحملة إن يوميا حياتها في خطر. ما قدرتش تستحمل إنها لازم تهرب وإلا هيتقبض عليها. ما قدرتش تستحمل إنها لازم تنام وهي مفتحة عين ومقفلة عين، وكانت بتتخانق معاه بسبب الموضوع ده كل يوم تقريبا، والخناقة بينهم كانت شديدة شويتين لدرجة إن النديم فكر أكتر من مرة إنه يسلم نفسه للإنجليز علشان يخلص منها. ما هم الستات هيفضلوا ستات برضه. وفي يوم من الأيام قررت زوجة النديم إنها تروح تزور واحدة قريبتها في قرية اسمها الجميزة في محافظة الغربية، وهناك عرف النديم إن زوجته اتخانقت مع قريبتها، فقرر إنه يروح للقرية دي متنكر على هيئة درويش علشان يصالحهم على بعض. انت متخيل إن واحد زيه كان مطارد تقريبا من مصر كلها وفي نفس الوقت بيحل مشاكل مراته؟ النديم سمى نفسه بالشيخ الشهاوي، وهناك قابل عمدة قرية الجميزة، واللي عرف منه إنه كان مؤيد للثورة العربية وبيحب النديم كمان، وبيتمنى إنه يفضل هربان لأنه كده رمز للفداء السائر. النديم ساعتها استريح جدا للعمدة وقرر إنه يستقر في قرية الجميزة دي لفترة، لكنه ما كانش يعرف إنها كانت المحطة الأخيرة بالنسبة له. القرية دي كان عايش فيها مخبر اسمه حسن الفرارجي،
الراجل ده كان شاكك في كل تصرفات الشيخ الشهاوي، وفضل مراقبه 24 ساعة لحد ما فعلا قدر يعرف إنه عبد الله النديم، وده طبعا بسبب تقربه للعمدة اللي كان مؤيد للثورة العربية. وبلغ المخبر الإنجليز عن وجود عبد الله النديم في قرية الجميزة وطلب حقه في المكافأة المالية، ولكن الإنجليز نصبوا عليه وقالوا له إن مدة المكافأة خلصت، وهو حاليا عمل خدمة جليلة للإمبراطورية البريطانية، وحسن ما نبوش من الحوار ده غير كره أهل القرية ليه أكتر وأكتر. بعد القبض على عبد الله النديم تم نفيه المدينة يافا الفلسطينية سنة 1891، ولكن بعد عودته قرر إنه يؤسس مجلة جديدة اسمها الأستاذ، هاجم فيها كل سياسة الاحتلال سنة 1893. الإنجليز ساعتها طلبوا من الخديوي إنه ينفي عبد الله نديم مرة تانية، وفعلا نفاه ليافا مرة تانية، وبعد كده سافر لإسطنبول. في اسطنبول قابل الناشط السياسي جمال الدين الأفغاني اللي كان منفي هو كمان في اسطنبول، وعمل معاه زي اللي عمله مع المؤرخ الفرنسي، ألفوا كتاب سوا كان عبارة عن هجوم على شخص اسمه الصيادي، وده كان واحد من حاشية السلطان المخربين الظالمين، والكتاب اسمه المسامير. والكتاب ده تم نشره في مصر مش في تركيا، لكن الصيادي لما عرف قرر ينتقم لشرفه من الأفغاني والنديم. سنة 1894 جه الخديوي عباس حلمي زيارة لإسطنبول، وهناك قابل النديم وطلب منه إنه يرجعه معاه مصر ويوقف نفيه، لكن الخديوي ما اهتمش لطلب النديم. وبعد سنة تقريبا كرر الخديوي الزيارة وقابله النديم تاني، وقرر طلبه للمرة التانية، وساعتها أخيرا وافق الخديوي عباس حلمي، وكان فعلا هيرجع معاه في نفس الطيارة. ولكن قبل انطلاق الطيارة بدقايق أنزلوا النديم من الطيارة بأمر من السلطان التركي، وده بسبب الصيادي اللي طلب من السلطان إنه ما يسمحش للنديم أبدا بمغادرة تركيا، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي هو عاوزها ولازم نمنعه منها. وفي آخر أيام عبد الله النديم تمكن منه مرض السل، وكان خلاص على فراش الموت. ساعتها قدم طلب للسلطان التركي إنه يشوف أخوه وأمه لآخر مرة في حياته، وفعلا وافق السلطان على طلب النديم وقام بإحضارهم من مصر. لكن مع الأسف توفى عبد الله النديم قبل وصول عيلته للأستانة سنة 1896 عن عمر يناهز إلا 54 سنة، قضى منهم 10 سنين في الهروب. وصلت عائلة النديم، ولكن مع الأسف بعد يومين من دفنه استقبلهم جمال الدين الأفغاني في بيته وخلاهم يزوروا قبره في مقابر يحيى أفندي في منطقة باكشتاش. وبكده انتهت قصة رمز وطني مهم جدا انتهى به المطاف مدفون في منفاه. والنديم كان واحد من خيرة رجال مصر اللي التاريخ مليان بيهم في كل العصور، علشان يفضلوا دايما مثال شرف لكل الأجيال اللي جت وهتيجي بعدهم. عاشت مصر حرة. وأخيرا بقول لكم سلام، ونتقابل في حلقة جديدة، وإلى أن نلتقي لكم منا التحية.